في بداية عصر الدولة الوسطى ظهر عندنا تماثيل اسمها تماثيل الكتلة، والتماثيل دي في بداية ظهورها كان على شكل راجل جالس في وضع قرفصاء ولابس عباية ضيقة. ده في أول الأمر، وكان جسم الشخص اللي في التمثال كله مش باين ما عدا راسه ودراعين والقدمين. بعد كده ظهرت التماثيل دي بنفس الشكل، بس جسم كله متغطي ما عدا الراس بس، أكنه كتلة مربعة وعليها راس لصاحب التمثال. طب ليه الفنان المصري عمل التماثيل بالشكل التكعيبي ده؟ عندنا آراء. أول رأي عندنا بيقول إن الفنان المصري كان قاصد إن هو يغطي جسم التمثال كله ما عدا راسه، عشان يبين إن المتوفي أكنه اتولد من جديد في العالم الآخر، زي بالظبط أما الطفل أول حاجة بتظهر في لحظة ولادته هي راسه. في رأي برضو عندنا بيقول إن الغرض من الوضعية دي أو الغرض من التماثيل الكتلة دي إن بيظهر قد إيه هو خاشع وخاضع صاحب التمثال أمام حضرة الآلهة، حبا وتقربا لشفاعة الآلهة. اما الرأي اللي انا شايفاه انه صح، ان الفنان عمل التماثيل دي عشان يوفر مساحة يكتب عليها، ما كانش همه ان هو يظهر كل تفاصيل جسم التمثال، قد ما كان همه يبين وشه بس عشان الروح تتعرف عليه، ويسجل بقى على سطح التمثال صلوات وأدعية بس كده.